زي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، لايك لتصلك الأخبار الرسمية. فيما ذكرت حضرتك ضخ دماء جديدة، نعم لدينا درجات مندثرة من تقاعد إلى مصابين إلى شهداء. لم تعوض الوزارة في السنين السابقة لهذه الدرجات، ولا بد للجيش دائما وبشكل مستمر ضخ دماء جديدة. موضوع بيع المناصب العسكرية مع الوزير، هل يوجد هذا في وزارة الدفاع؟ كنت أسمع، أنا كنت رئيس لجنة النزاهة، أسمع بهذا الموضوع، لكن ممكن مراقبة الأداء، وممكن فعلنا لجان الآن، لجنة انتقاء الآمرين، لجنة انتقاء القادة من خيرة ومن كبار ضباط الوزارة، ولدينا الآن سلة جاهزة للقادة والآمرين المقيمين. ما ممكن تجيبها من خارج هالسلة هاي، ما ممكن. واللجان برئاسة الأخ الله